من لحظات انتهت مباراة ريال مدريد وباتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الانتركونتيننتال لسنة 2024، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0 ليصبح بطلا لكأس القارات للأندية لسنة 2024. فينيسيوس جونيور بعد فوزه امبارح بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم لسنة 2024 النهارده بيتألق أمام باتشوكا بتسجيله الهدف وفوزه بجائزتين بعد المباراة، جائزة أفضل لاعب في كأس القارات للأندية لسنة 2024 وجائزة أفضل لاعب في النهائي. فينيسيوس جونيور طبعا هو سعيد الحظ في البطولة دي، حصد الجوائز الفردية، لكن ما ننساش إن عندنا في لاعب مغربي تصدر قائمة هدافي كأس القارات للأندية، وهو المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي بتسجيله الهدفين. بقيت لعيبه البطوله كلهم سجلوا هدف ما عدا سفيان رحيمي سجل ثنائيه. عندنا الثنائيه اللي سجلها امام اوكلاند سيتي اول مباراه في كاس القارات للانديه، المباراه اللي انتهت بفوز العين بنتيجه 6-2، وبعدها العين ودع البطوله امام النادي الاهلي بالخساره بنتيجه 3-0. فطبعا سفيان رحيمي زي ما احنا عارفين بيتصدر قائمه الهدافين في اي بطوله. عندنا اولمبياد باريس 2024 كان متصدر الهدافين، المره دي بيتصدر قائمه هداف كاس القارات للانديه، سيطره مغربيه للتهديف. النهارده برضو كان المباراه فيها مغاربه، يعني احنا عندنا باتشوكا فيها اسامه ادريسي، ريال مدريد فيها ابراهيم دياز، بس ما ننساش ان في لاعب مغربي تاني في ريال مدريد وهو يوسف الغديم الباك الشمال اللي ما نزلش مع ريال مدريد، لكن اتحسب له لقب مع ريال مدريد بجانب طبعا ابراهيم دياز. الاثنين كده اتحسب لهم لقب كأس الانتر كونتيننتال. فيديو النهارده هنقسمه لجزئين، اول جزء هنتفرج على اهداف المباراه الثلاثيه كيليان امبابي فينيسيوس جونيور رودريجو. الجزء الثاني هديه للمغاربه كده نتفرج على ملخص لمسات اسامه ادريسي امام ريال مدريد، وبصراحه كان في لقطه لاسامه ادريسي قلت اعمل الفيديو ده مخصوص عشان اللقطه دي، اللقطه اللي احرج فيها لاعب ريال مدريد بطريقه صعبه جدا. يعني شوف برقص كام لاعب من ريال مدريد. فطبعا اسامه ادريسي بصراحه هو مظلوم مع باتشوكا المكسيكي. اسامه ادريس لو يعني هو كان في اشبيليه الاسباني وما كانش ظاهر، لكن لا مع باتشوكا بصراحه عامل شغل عالي. فاسامه ادريس بصراحه من ابرز اللعيبه في باتشوكا المكسيكي. اي كوره هم بيحاولوا يركزوا على اسامه ادريس لان الخطوره كلها تيجي من ناحيته. فلا اسامه ادريس بصراحه يعني مقدم شغل عالي مع باتشوكا في كاس القارات للانديه. ما ننساش هدفه المارادوني اللي سجله امام بوتافوجو، يعني بصراحة لا لاعب من الطراز الرفيع. أول ما بشوف أسامة إدريسي بيفكرني بأريان روبن اللي صاحب أجمل قدم يسرى. أسامة إدريسي لما يمسك الكرة تحس إن روبن بس برجل اليمين. لا بصراحة يعني لاعب على مستوى عالي، يعني تحب إنك يعني الكرة أول ما تجيله تحب إنك تتفرج عليه. النهارده هنتفرج ملخص سريع كده على ابرز لمسات اسامه ادريسي امام ريال مدريد. فيلا بينا نبدا الفيديو بالجزء الاول وهو اهداف ريال مدريد. الشوط الاول كان مفيش خطوره من ريال مدريد الا هي هجمه واحده في الدقيقه 37 عن طريق فينيسيوس جونيور، راوغ فيها حارس المرمى ادى لكيليان امبابي قصاد المرمى والمرمى خالي تماما، قدر ان هو كيليان امبابي يسجل الهدف الاول. ريال مدريد كان الاكثر استحواذا لكن بدون خطوره. انتهى الشوط الاول بتقدم ريال مدريد بنتيجه 1-0. رحنا للشوط الثاني، ريال مدريد اصبح الاكثر خطوره. في الدقيقه 53 شفنا هدف عالمي من رودريجو، قدر ان هو يراوغ لاعيبه باتشوكا المكسيك وقدام في ناحيه وقدر ان هو يعكس وركان على شمال حارس المرمى، هدف عالمي بصراحه. لكن الحكم كان ليه راي تاني، رجع للفار شاف ان بلينجهام كان واقف قصاد حارس المرمى وحجب الرؤيه عن حارس المرمى. الحكم قعد شويه حلوين يبص على اللقطه، في الاخر شاف ان هو بلينجهام ما اثرش على حارس المرمى، لان انت لو ملاحظ كده في الصوره بلينجهام واقف وفي لاعب من باتشوكا واقف. يعني انت لو بلينجهام شلته من الصوره هتلاقي لاعب باتشوكا حجب الرؤيه عن حارس المرمى، فبلينجهام وقوفه ما اثرش على رؤيه حارس المرمى، والحكم اكد على صحه الهدف، وبكده ريال مدريد بيسجل الهدف الثاني. عندنا في الدقيقة 81 هجمة من الجهة اليمنى لريال مدريد، لوكاس فاسكيز راح بهجمة بيهوش أسامة إدريس، وأسامة إدريس حط رجليه، ولسوء حظ أسامة إدريس إن هو واقف داخل منطقة الجزاء. الحكم بعدها رجع للفار
وبرضه بص على اللقطة شوية حلوين وأكد على وجود ضربة جزاء لريال مدريد، واللي نفذها هو أفضل لاعب في العالم لسنة 2024 هو فينيسيوس جونيور. زي ما انتم شايفين تسديدة صاروخية، الحارس ما قدرش ان هو يصدها، لمست في ايديه ودخلت. فينيسيوس جونيور بيسجل الهدف الثالث لريال مدريد، وتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-0. تعالوا بقى نروح لملخص لمسات أسامة إدريسي أمام ريال مدريد. تعالوا نبدأ كده ونشوف الفيديو. عندنا في الدقيقة 9 الكرة مع أسامة إدريسي قصاد رودريجو، طبعا مراوغة زي ما انتم شايفين. أسامة إدريسي أريان روبن بالقدم اليمنى ورفع لكن ما تمشيش معاه. عندنا برضو هجمة بعدها في الدقيقة 10 استلامة عالمية وبرضو قصاد لوكاس فاسكيز، مرور عالمي وكورتوا بيبعدها من قصاد المرمى، يعني كان ممكن الكرة تعدي يعني تخبط في اي حد. زي ما انتم شايفين هجمة في الدقيقة 27 روندون مع الكرة، ما عرفش ان هو يعمل حاجة، قال ان هو يرجعها لصاحب المكان هو أسامة إدريسي، ورايح على الزبون لوكاس فاسكيز، حب ان هو يراوغ، جاله كامافينجا وقدر ان هو يقطع الكورة. عندنا في الدقيقة 28 برضه أسامة إدريسي مع الكورة دخل على الزبون بتاعه هو لوكاس فاسكيز، ادى تمريرة صورة عالمي لكن برضه كامافينجا مع اللاعب. عندنا في الدقيقة 57 من أبرز لقطات أسامة إدريسي اللقطة اللي انتم شايفينها ديت، يعني بصراحة لقطة تدرس لأسامة إدريسي، هدوء أعصابه وهو داخل على لاعب ريال مدريد، وزي ما انتم شايفين بيرقص أول واحد بلينجهام وبعدين لوكاس فاسكيز ودخله كامافينجا بيبصاه من قصاده أكن بيلعب لعيبة يعني هو مفيش أي مشكلة. هنا لقطة مع فينيسيوس جونيور بيقطعها منه وبينط من فوقيه، بياخد فاول بعدها. عندنا هنا كان لقطة قصاد ابراهيم دياز مغاربة مع بعض، حب يديها بالكعب كده لابراهيم دياز لكن بعدين حصل ايه، جت لباتشوكا لكن الهجمة ما كملتش في الآخر. عندنا أسامة إدريسي دخل على الزبون بتاع لوكاس فاسكيز وترقيصة ما شاء الله والله، يعني لاعب عالمي. الهجمة دي برضه ما كملتش. بعدها في الدقيقة 81 اللقطة اللي احنا اتكلمنا عنها وهي ضربة الجزاء اللي تسبب فيها. طبعا يعني اللعيبة الأجنحة المهاجمين ما بيبقاش عندهم خبرة في حتة قطع الكرة زي المدافع، فطبعا وارد ان هو اللاعب يغلط ويعمل كعبلة يتسبب فيها ضربة جزاء، فوارد. بعدها في الدقيقة 88 شفنا أسامة إدريسي بتبدل، وانتهى مشوار أسامة إدريسي في كأس القارات للأندية. والنهارده برضه ابراهيم دياز شارك في الدقيقة 61، برضه قدم أداء كويس أمام باتشوكا المكسيكي. فأهم حاجة إن هو فاز مع ريال مدريد وفاز بكأس القارات للأندية، فطبعا هو اتحسب له بطولة مع ريال مدريد بجانب البطولات اللي خدها. وعندنا برضه يوسف الغديم اتحسب له بطولة مع ريال مدريد. فطبعا لا يعني النهارده كده المغاربة 2 مغاربة خدوا كأس القارات للأندية، ودي حاجة كويسة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.